يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في أماكن بعيدة ومهجورة في العالم ده بتحصل حاجات غريبة ومحدش دريان بيها. هنبدأ من الهند ونشوف ناس جسمها عامل زي العجينة، وبعدها على طول هخطفك لقلب الخطر وهتشوف أصعب مهنة واقفة على شعرة. ومش بس كده، ده أنا هوريك الكاهن اللي بيوقف المراوح بإيده والناس بتتمسح فيه. وفي الآخر هنشوف الزحمة ومواصلات الهند المرعبة اللي مستحيل عقلك يستوعب إنها حقيقية. ركز في كل دقيقة عشان اللي هتشوفه دلوقتي مش هيتكرر تاني، ويلا بينا. تعال بقى أوريك إزاي هتقدر تفك عضلات جسمك وهتبقى عامل زي العجينة. في الهند يا سيدي بيعملوا تمارين بتخلي الجسم يلف 360 درجة وكأن مفيش عظم أساساً. والسر هنا يا سيدي مش مجرد ليون عادية، ده نوع من اليوجا الصعبة جدا اسمها ملخمب، وتمارين تانية مخصصة للمرونة. والناس دي بتتدرب عليها من وهم أطفال صغيرين عشان يوصلوا للمرحلة دي، لدرجة إن المفاصل والأربطة عندهم بتبقى مرنة بشكل غير طبيعي، لدرجة تخلي أي حد يشوفهم يفتكر إن جسمهم ملوش عظم فعلا. بس الصراحة لو أنا فكرت أجرب زيهم هقضي بقية حياتي في الجبس. سيبك بقى من ليونة العظم وتعال نشوف الشغلانة اللي بتفرم العظم. تعال بقى أوريك أصعب مهنة ممكن يشتغل فيها أي حد. والمهنة اللي معانا النهاردة يا سيدي هي مهنة تجميع عربيات السكة الحديد، والشغلانة دي اسمها عامل المناورة. وده الشخص اللي بيقف يشبك ويفصل عربيات القطر والجرارات في بعضها عشان يظبط القطر قبل ما يتحرك. الفكرة بقى إن القطر ملوش فرامل يد تقفشه في ثانية، والعامل ده بيضطر يقف في وسط السكة في حتة ضيقة جدا بين الحديد والعربيات وهي بتقرب من بعضها، وبيدخل بجسمه يربط الجنازير الضخمة وخراطيم الهواء بتاعت الفرامل. يعني شغال والحديد بيخبط حواليه من كل ناحية، وغلطة واحدة في التوقيت أو عدم تركيز للحظة ممكن تنهي حياته في ثانية. سيبك بقى من فرامل الحديد وتعال نشوف كاهن المراوح. لو انت بقى فاكر انك شفت كل حاجة غريبة، تعال شوف كاهن المراوح، الراجل اللي كسر كل القوانين اللي نعرفها عن الفيزياء وبيوقف المروحة بإيده. والحكاية كلها يا سيدي ولا فيها بركة ولا سحر. الراجل ده اسمه باوا مانيارا، والقصة وما فيها إنه شغال كهربائي أصلاً، ومن كتر ما إيده خدت على الشغل والكهرباء والحديد عضلات إيده وجلده بقوا ناشفين جداً وزي الحيطة. والأهم من كده إنه فاهم فيزياء صح وعارف الزاوية الميتة اللي يكبس بيها على ريشة المروحة عشان يفرمل حركتها من غير ما صوابعه تطير. يعني الموضوع كله حيلة صيعة، بس الهنود كالعادة عملوا منها قصة وبقوا يحجوله. سيبك بقى من كاهن المراوح وتعال نشوف مواصلات الهند. تعال بقى أوريك أغرب وسائل المواصلات اللي موجودة في العالم، واللي هنتكلم عنه النهاردة هو قطار السكة الحديد اللي موجود في الهند. الناس حرفياً بتركب فوق بعضها، أيوة زي ما انت شايف. والسر في الزحمة والمود ده إن شبكة القطارات هناك بتنقل أكتر من 22 مليون راكب في اليوم الواحد، يعني قد سكان دول بحالها. والناس بتضطر تعمل كده لأن التذاكر رخيصة جدا ومفيش بديل. ده غير إن محطات كتير ما فيهاش أي رقابة ولا بوابات، فكله بيسلقط ويطلع على السطح عشان يلحق أكل عيشه. وطبعا دي مغامرة بالموت ومحدش يضمن عمره فيها ثانية واحدة. سيبك بقى من مواصلات الهند وتعال نشوف تصنيع السجاير يدوي. تعال بقى أوريك تصنيع السجاير في الهند، واللي بيعتبر من الحاجات السهلة والبسيطة جدا. علشان مفيش مصانع، السجاير هناك بتتصنع يدوي، وكمان بيوزعوها في كل مكان. والصدمة هنا إن السجاير اليدوي دي اسمها سجاير البيدي، وبتكون عبارة عن تبغ ملفوف جوه ورق شجر طبيعي ومربوط بفتلة. السجاير دي بتمثل حوالي 85% من السوق هناك، لأنها أرخص بكتير من العادية. بس الكارثة إن ما فيهاش فلتر وبتطلع كمية نيكوتين وطار أعلى بكتير. يعني شغل بدائي وبسيط بس قنبلة موقوتة بتدمر الصحة على السريع. سيبك بقى من السجاير وتعال شوف أغرب كائن معانا. تعال بقى أوريك أغرب كائن ممكن تشتريه في حياتك. الديدان دي بتتباع في الهند، والأغرب إنها كائنات مفترسة بتلزق في الجسم وتمص الدم. أيوة زي ما أنت شايف، دي اسمها العلقة الطبية، وهي ديدان حلقية بتعيش في المستنقعات. الناس هناك بتشتريها وتحطها على جسمها عشان تمص الدم الفاسد وتنشط الدورة الدموية، وللتجميل كمان. بتمسك في الجلد بممصات قوية، ورغم شكلها المرعب إلا إن لعابها فيه مواد بتمنع التجلط وبتعالج جلطات وأمراض كتير. تعال بقى أوريك النهاردة الناس اللي بتلعب مع الموت. أيوة يا سيدي، ده نوع من أنواع الرياضة وبيسموها بمصارعة التيران.
وموجودة في أسبانيا وكمان المكسيك، وليها تاريخ قديم جدا. والمفاجأة بقى يا سيدي إن الرياضة دي اسمها الروديو أو ركوب التيران الهايجة، وأول مسابقة رسمية ليها كانت سنة 1888، وبتعتبر من أخطر الرياضات في العالم كله، لدرجة إن التور ساعات بيوصل وزنه لأكتر من طن، واللاعب ما بيبقاش قدامه غير 8 ثواني بس عشان يثبت على ظهره. يعني غلطة واحدة بحساب، والوقعة من فوق التور ده حرفيا ما فيهاش يم مرحميني. سيبك بقى من التيران وتعال نشوف أغرب حشرة في العالم. تعال بقى أوريك الحشرة اللي قلب العالم كله، والحشرة اللي معانا النهاردة يا سيدي طبعا كلكم عارفينها، وهي حشرة القراد اللي بتكون موجودة في الحيوانات. ولكن الغريب يا سيدي إن في بعض الأبحاث بتقولك إن الحشرة دي ممكن تكبر وتبقى قد العصفور، وبيقولك هم خايفين إن هي تهاجم البشر. والمرعب أكتر بقى إن الحشرة دي لو ما لقتش دم تتغذى عليه بتقدر تعيش وتمشي في المكان عادي جدا من غير أكل ولا شرب لمدة بتوصل لسنتين كاملين. يعني حرفيا مش هتموت بسهولة، وكابوس مستخبي في أي حتة. سيبك بقى من الحشرات وتعال نشوف أطول بنت في العالم كله. تعال بقى أوريك أطول بنت في العالم، والبنت اللي معانا النهاردة يا سيدي عايشة في البرازيل، ولكن طولها رهيب جدا لدرجة إنها ممكن تخبط في أي حاجة وهي ماشية. والمعلومة هنا إن البنت دي اسمها أليساني سيلفا، ومعروفة عالميا كواحدة من أشهر عارضات الأزياء. لكن ورا الطول الرهيب ده اللي بيوصل ل 203 سنتي قصة طبية نادرة، وهي إصابتها بمرض الجاينتزم نتيجة ورم في الغدة النخامية. الغريب بقى إنها حولت الأزمة دي لقصة نجاح، والنهاردة هي متجوزة من شخص طوله 165 سنتي، وبقت هي وجوزها أشهر ثنائي قلبين السوشيال ميديا بفرق الطول المرعب ده. سيبك بقى من فرق الطول وتعال نروح اليابان. تعال بقى أوريك النهاردة أغرب أنواع المصارعة اللي موجودة في العالم، والمصارعة دي يا سيدي بيسموها بالمصارعة اليابانية أو مصارعة السومو. والسر المرعب ورا اللعبة دي إنها بدأت رسمياً من أكتر من 1500 سنة، وتحديداً سنة 712 ميلادياً. والموضوع مش مجرد زيادة وزن وخلاص، المصارعين دول بيعيشوا في معسكرات مغلقة، وبياكلوا وجبة ضخمة جداً في اليوم بتوصل ل10,000 سعر حراري، ويناموا فوراً عشان الأكل يتحول لدهون. والمرعب في نفس الوقت إن نمط الحياة القاسي ده بيتسبب في قصر عمرهم، وبيخلي متوسط أعمارهم أقل ب10 سنين كاملة عن أي مواطن طبيعي. سيبك بقى من اليابان وتعال نشوف أغرب سمكة. لو انت بقى فاكر ان السمك مكانه المية وبس، يبقى لازم تعيد حساباتك. السمك اللي معانا النهاردة يا سيدي بيسموه بسمك العصفور، علشان بيطير في الهواء فعلا زي الطيور كمان. والحقيقة المذهلة ورا السمكة دي إنها معروفة عالميا باسم الفلاينج فيش. والمفاجأة إنها مش بس بتطير ل10 متر، دي بتقدر تحلق في الهواء لمسافات بتعدي 200 متر كاملة، وبسرعة خيالية بتوصل ل70 كيلو متر في الساعة، وعلى ارتفاع ممكن يوصل ل6 متر فوق سطح البحر. والغريب بقى إنها مش بتعمل كده للرفاهية، ده تكتيك دفاعي ذكي جدا بتهرب بيه من افتراس الأسماك الكبيرة زي التونة والدولفين أول ما تحس بالخطر في المية. سيبك بقى من السمك وتعال أوريك تصنيع البخور. تعال بقى أوريك أغرب طريقة بيصنعوا بيها البخور. وتصنيع البخور في الهند من الحاجات السهلة جدا، وتعتبر مهنة منتشرة علشان الهند تعتبر من أكتر الدول اللي بتصدر البخور. والمعلومة هنا إن العمال بيضطروا يستخدموا بقهم لشفط أو نفخ السوائل العطرية، وده عشان يضمنوا إن الزيوت المركزة تدخل في أدق الفراغات جوه خشب العود الفاخر. والمفاجأة إن الحركة البدائية والخطيرة دي هي اللي بتوزع الريحة بالملي، وهي السر في إن البخور الهندي بيفضل يحتفظ بريحته القوية لفترات طويلة جدا مقارنة بأي بخور تاني في العالم. وبس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى اللايك المتين، وقولي في التعليقات إيه أكتر مقطع صدمك، واشوفكم على خير في حلقة جديدة. سلام.